جماعة، تعالوا احكي لكم انا ازاي اكتشفت ان انا كنت مصاحبة واحدة نرجسية لمدة 4 سنين. بص، انا كان عندي واحدة صاحبتي في الكلية، انا دلوقتي اتخرجت. هي كنت صاحبتي من ابتدائي، مش صاحبتي قوي بس اللي هو عارفين بعض. فبعدين واعدادي وثانوي وبرد في ثانوي قربنا شوية بس مكناش اقرب ناس يعني. شوف ده. فبعدين هذا طعم تحفة. فبعدين احنا لما رحنا الكلية رحنا نفس الكلية. انا لسه مكتشفة دلوقتي، فانا في اثار الصدمة دلوقتي. هي كانت شخصية مترددة جدا، متحكمة، مسيطرة، عايزة كل حاجة تمشي زي ما هي عايزة. أنانية أنانية جدا، ميهمهاش غير نفسها، راحتها. الشخص التاني هي مش شايفاه اصلا، هي بتستغله. انا كنتش شايفة ده. يا جدعان انا كنت عامية ولا ايه؟ انا كنت فاكرة نفسي عاملة دكتوراه في الناس النرجسية من كتر ما اتعاملت معاها. انا اكتشفت انا ليه الناس النرجسيين يعني بيجوا في حياتي، عشان انا بستحمل وبعدي وبقول معلش كده يعني. بس لا، بجد انا بجد مضايقه، وانا بجد اي حد بيعاملني بعد كده بطريقه مش حلوه هديله على دماغه، اقسم بالله ايا كان هو مين بجد. هقف ادافع عن نفسي، اقوله متكلمنيش كده، ما تزعقليش، انا الطريقه دي مبحبهاش. انا الاسلوب ده مبحبوش. ولو حد اللي هو صحاب او كده، او حد حتى انا بحبه، او حد حتى انا بحبه عاملني بطريقه وحشه، انا بجد همشي واسيبهم ايا كان هما مين. لو اخر صحاب في العالم، لو اخر راجل في العالم، بجد ما عدتش مستحمله المعامله دي. يا جدعان انا مصدومه بجد. كتبت على شات جي بي تي لو صاحبة نرجسية تبقى ازاي. طلعت نفس المواصفات بالظبط. أنانية، تحملني مسؤولية أخطائها. أنا مش موجودة بجد يعني. هي وبعدها طوفان، هي ومصلحتها وأنا في الزبالة. يا رب. على فكرة، وانا ما كنتش انا بس اللي بشتكي منها، كان كل برضه صحابنا يقولها ان هي يعني صعبة وكده. فلا، انا بجد مصدومة من نفسي، ان انا سواء بتعمل ده بوعي او من غير وعي. انا كنت مستنزفة، كنت مأذية بطريقة مش طبيعية. يا جماعة انا متضايقة، اشرب نسكويك رواق دمي. الحمد لله انا خلصت كلية، الحمد لله، الحمد لله مليون مرة. طعمه حلو بس محطة السكر طلع مسكر. انا زعلانة بجد، بس الحمد لله يا رب انا خلصت كلية. يا رب معدتش اقابل ناس نرجسية تاني في حياتي، ولا حد مؤذي في حياتي، وكل اللي قابلهم يكونوا ناس صحيين ناضجين، يبسطوني وابسطهم، يدعموني وادعمهم، تكون العلاقة مشتركة، مش احس ان انا يعني بدي ومباخدش اي حاجة. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان العلاقات الصحاب. عاوزة اقولكوا حاجة من واحدة كانت مكتئبة، ان شاء الله ما عادش يجيلي اكتئاب تاني ولا حتى نوبات. كانت مكتئبة لمدة 7 سنين، يعني 4 سنين كلية، 3 سنين ثانوي، وشوية كده من تالتة اعدادي. المهم، انا كنت مكتئبة لفترة كبيرة اوي. واللي مكتئب عارف ان الاكتئاب يعني العدمية. الاكتئاب انت بتحس ان انت مش موجود، او مش بتحس انت فعليا، يعني انت موجود بس انت مش حاسس ان انت موجود. انت منفصل عن نفسك وعن ربنا وعن صحابك وعن اهلك، وبتكره نفسك وحاسس بالذنب رهيب. والاكتئاب كمان فيه كبرياء، ان انت ممكن حد يقولك انت بتكره نفسك، تقوله لا 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 انا بحب نفسي وانت بتكره نفسك. اصلا ازاي نعرف ان الشخص بيحب نفسه ولا لا؟ تعامله مع نفسه.
هو بعامل نفسه كويس ولا لأ. فالمكتئب طبعا مش بيعامل نفسه كويس. المكتئب اصلا مش بيقوم من على السرير، ولا بسرح شعره، ولا بيلعب رياضة طبعا، ولا بينظف حتى اوضته، ولا بيذاكر، ولا بيعمل اي حاجة. وهو معذور يعني، مش بلوم اي حد مكتئب طبعا، ولا بلوم نفسي على اللي انا كنت فيه. بس للأسف كنا بنكره نفسنا، ما كناش عارفين. وانا بجد كنت في طاقة وحشة قوي. يا ربي انا كنت بعيد بعيد قوي 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 قوي. وانا كنت عارفة ان انا بعيد، انا كنت عارفة ان مش دي الحياة اللي انا عايزة اعيشها. وكنت دايما في لحظة في بالي ان انا كان في دايما حاجة في بالي ان انا فاكرة وانا صغيرة ما كنتش كده. يعني انا كنت حاسة ان انا موجودة عادي، بهزر وبلعب وعندي صحاب. انما انا فقدت نفسي بجد، انفصلت عن نفسي، اتصدمت صدمات مثلا متتالية. فحصل ده. انا لحد دلوقتي ما اقدرش امسك سبب الاكتئاب، لان هي حاجات متراكمة. في لحظة معينة حسيت ان انا مكتئبة فيها، ومكنتش عارفة ان ده اكتئاب. انا معرفتش ان انا مكتئبة غير في تانية ثانوي، لما شفت واحد كده متصور الصورة زي اللي كنت متصورها بالظبط، وهو شكله مكتئب كده وتعبان. فادركت ان انا ايه ده انا كمان مكتئبة. وادركت ان انا عندي اكتئاب حاد، مش اكتئاب عادي، اكتئاب حاد. فللأسف الاكتئاب عشش فيا لفترة طويلة. ودلوقتي عشان اخلص منه بس بفتكر ان انا موجودة، انا موجودة في هذه الحياة. بس مش بالسهولة دي طبعا. انا يعني من ساعة، من وانا طفلة اساسا وانا بعرف علم النفس والحاجات دي، لحد ما واحدة ورا واحدة كده يركبوا فوق بعض، لحد ما بتيجي اللحظة تحس قادر تتنفس. انا بجد متضايقة، بس الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله على كل حاجة. اتعلمت كتير، ما اتعلمت ببلاش ببلاش. لا، البتاع ده مضايقني ان هو مسكر، بس هو طعمه تحفة اقسم بالله. باكله بعيش حاف عشان يكسر ان هو مسكر اوي كده. انا مش عارفة اقول ايه ولا ايه بصراحة، عندي كلام كتير اوي عايزة اقوله وبس. يعني الكلام مش مرتب، مع اني كاتبة، انا كاتبة الكلام يعني، بس مكسلة اوريكم بصراحة لان مش هتفهم. بس استنى، انا بحب اكتب الحاجات بتيجي في بالي عشان اخرج اللي جواي. وقلتلكم مليون مرة اكتبوا، بس انتوا متسمعوش الكلام، انتوا احرار بقى. المهم هقرأ لكم اول حاجة. عمرك فكرت عن نعمة انك تبقى موجود بس من غير اي اضافات، من غير ما تعمل حاجة؟ سألت سؤال، طب احنا عايشين ولا بنتفرج على الحياة من برا؟ ليه بنحس ساعات اننا موجودين برا العالم؟ ليه بنقفل عن ذاتنا وبالتالي عن اللي حوالينا؟ ليه بننفصل عن ذاتنا وبالتالي عن اللي حوالينا؟ ليه بنحس اننا قليلين ولا نسوى؟ ليه بنكتئب ونقلق ونضيع ونفقد احساسنا ونبعد عن ربنا؟ ده كله بسبب اننا نسينا اننا موجودين، نسينا اننا مدركين اننا مدركين. انا موجودة في هذه الحياة. وقعدت اكتب توجيهات لنفسي بس مش هقولها بصراحة. عارف عارف بقى ايه ايه ما علينا. في بصوا كتير، هقولكوا الحاجات دي بس بعدين. لو حد زيي يكتبلي في الكومنتات، انطقوا انتوا مستفزين.